ليش عندنا حواجب؟ وإيش فايدتها؟ ما في شك إنه كل عضو ربنا سبحانه وتعالى خلقه بجسم الإنسان أكيد له فايدة عظيمة، بس في شغلات كثير ما بننتبه إلها أو ما بنكون مدركين أهميتها، زي مثلا شعر الحواجب. شعر الحواجب دايما مرتب ومنظم نفسه وما بيطلع لبرا حدوده، وما بيحتاج تروح للحلاق علشان تشيله زي شعر راسك، وهو تقريبا أكثر شعر بيظل محافظ على قوته ولونه مع تقدم العمر. بس كم مرة وانتوا واقفين قدام المراية وبتسرحوا بشعركم عيونكم وقعت على حواجبكم وقلتوا ليش عندنا حواجب؟ أو شو فايدتها يعني؟ أهلا وسهلا فيكم، أنا صهيب من قناة عمر. بس قبل ما نبلش، إذا كنتوا لسه جداد على القناة لا تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. شعر الحواجب وشعر اللحية والشارب بيبدأ يظهر بجسم الجنين تقريبا في الشهر الخامس من الحمل، يعني قبل شعر الراس وباقي شعر الجسم بأسبوعين. الحواجب عضو مميز جدا عند البشر، ومن المفارقات العجيبة إنه بالرغم من إنه البشر من أقل المخلوقات اللي عندها كثافة شعر، إلا إنهم المخلوقات الوحيدة اللي عندها حواجب بالشكل اللي بنعرفه. المخلوقات الثانية ممكن يكون عندها عضلات أو بروز عظمي في منطقة الحاجب، أو حتى شوية شعر بلون مختلف، بس حاجب بالشكل اللي عندنا مكانه على الجلد على هيئة شريط فوق العين وبصيلات شعر مخصوصة ما بتلاقيه إلا عند البشر. من ميزات شعر الحاجب بالاشتراك مع شعر الرموش إنه تقريبا طولهم ما بيتغير. شعر جسمنا عموما بمر بثلاث مراحل: مرحلة النمو، مرحلة الاستقرار، وأخيرا مرحلة السقوط. هالمراحل عادة بتحصل بسرعة، يعني إذا حلقت شعرك اليوم بعد أسبوع أو أسبوعين بالكثير بتلاقيه رجع زي أول. بس شعر الحواجب مختلف لأنه تقريبا بيعيش بمرحلة الاستقرار بشكل دائم، عشان هيك ما بتلاحظ إنه شعر حواجبك طول كثير لدرجة إنك بدك تقصه. أما بالنسبة لفوائد الحواجب، أولا الحاجب واحد من أهم حراس العين بالتعاون مع الرموش والجفون، بشكله شبكة حماية للعين من الرطوبة والعرق والغبار. اثنين، شكل الحواجب المقوس بيمنع السوائل من النزول داخل العين زي العرق أو المطر. ثلاث، الحواجب بتحمي العين من أشعة الشمس المباشرة وبتقلل من كمية الضوء اللي بتدخل للعين وبتساعد بتنظيم درجة حرارتها. 4، شعر الحواجب مشحون بشحنات كهربائية صغيرة بتساعد بجذب الغبار والأوساخ وبتحمي العين من التهيج. بجانب الفوائد الفيزيائية، الحواجب إلها دور مهم بالتواصل بين البشر، بتعبر عن مشاعر كثيرة زي الفرح والحزن والغضب أو حتى السخرية، وبتوصل الرسائل بشكل واضح وسريع بدون كلام. ومن الأمور المثيرة إنه في دراسة بتقول إن الحواجب كانت من أول وسائل التواصل بين البشر زمان قبل ما يكون عندهم لغات مشتركة. وأخيرا، الحواجب تعطي جمال وتناسق للوجه، وعند العرب قديما كانوا يشوفوا الحواجب الموصولة بعبسة خفيفة علامة من علامات الجمال. وبس هيك خلصنا. إذا وصلتوا لهون أنتوا أحسن الناس، اعملوا لايك علشان نعرف كم واحد وصل للنهاية، وما تنسوا إذا عندكم سؤال أو استفسار أو موضوع حابين نعلق فيه تكتبوه بالتعليقات تحت الفيديو. سلام.